السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة من جديد. الوصفه ديالتنا اليوم كيف ما غتشوفوا غادي نحضروا حلوى اللي غادي نحضروها كذلك بالشوفان. غادي نحتاجوا هنا جوج تفاحات اللي غادي نقطعوها على هذا الشكل هذا، وغادي نطحنوها طحني في اي هاشوار عندك اولا كاس اللي كطحني. غادي نضيفوا ليها فقط 50 مليلتر ديال الماء، غادي نطحنوها حتى كنحصلوا على عصير ديال التفاح. كما كتشوفوا حصلنا على هذا الخليط هذا، غادي نحتفظوا به على جنب. وغادي ناخذوا هنايا الشوفان، واحد كاس ديال الشوفان اللي غادي نطحنوه حتى كيصبح لينا على حسب مثل البودره اولا على شكل دقيق. غادي نضيفوا ليه واحد 100 غرام ديال اللوز، وغادي نطحنوهم مع بعضياتهم. كما كتشوفوا بعد ما طحناه على الشكل هذا، غادي ناخذوه نحطوه بواحد البول، وغادي نضيفوا ليه داك العصير اللي حنا حضرناه بالتفاح. كنضيفوا تنسميه بالفاني سائله، كانت سائله او سواء كانت عندك هذيك البودره ديال السكر ولا سائله، وكنخلطوا الكل مع بعض جيدا حتى كنحصلوا على هذا القوام هذا. كناخذوا ليمون اختياري، كتاخذي اي مول بغيتي. كناخذوا هاد الليمون هادو كندهنوهم بشويه الزيت على هذا الشكل صافي. ملي كندهنوهم كنبداو نحطوا فيهم هذا الخليط ديالنا. كندهنوهم على حسب ما يلصقش لينا الخليط في هاد الليمون هادو. نقدو ملي يطيبوا كنقدو نزولوهم بسرعه صافي. كنبداو نحطوا الخليط على هذا الشكل هذا حتى كنعمروا الليمون كاملين. كندخلوا الفرن كيدرج على حراره 180 حتى كيطيبوا لينا. كيف ما كتشوفوا كيتحمروا كيجيو على الشكل هذا، وكيبقى لينا هذا الزيان كيبقى اختياري. كتزينوهم باش ما بغيتو، فقط كتزينوهم بالشوكولاط من الفوق اولا كتزينوهم بالكونفيتير. غادي ندوزو الوصفه الثانيه اللي هي بسكوي اولا لي غاليت اللي كيجيو شويه مقرمشين وكيجيو هكا لذاذين بالنسبه للفطور اولا الكوتي. كناخذوا الكاس ديال الطحين اولا هاشوار اللي عندك، كنضيفوا فيه كاس ديال الشوفان، 100 غرام ديال اللوز. هنا في هذه المرحله هذه الوصفه هذه غادي اللوز والشوفان غادي غير نهرمشوهم، غاديش نطحنهم بحال الوصفه الاولى غادي يجيب على شكل بودره. وغادي ناخذوا هذا الخليط ديالنا، غادي نضيفوا عليه الماء. غنضيفوا عليه واحد 100 ملي ديال الماء، وغادي نخليه واحد يرتاح واحد شويه حتى كيرطب لينا داك الشوفان، يعني يشرب لينا. غادي نخلطوه مزيان ونخليوه يرتاح لينا في هذاك الماء مزيان. وغادي ندوزو نحضروا نخلوه يرتاح. غادي ناخذ واحد الصينيه اللي غادي نفرشوها بابي ديال الكويسون اولا ورق الزبده على هذا الشكل هذا. غادي نفرشوه ليها مزيان، وغادي نبداو ناخذوا الخليط ديالنا. غادي نضيفوا عليه نحكوا ليه زنجبيل، واحد شويه ديال الزنجبيل. غادي نسمو غتجيب النكهه ديال الزنجبيل. كيف ما كتشوفوا غادي نخلطوه معاه. كيجي جد رائع هاد البسكوي هذا. كنضيفوا عليه واحد شويه ديال القرفه، وكذلك واحد هكا نسمو بالقرفه شويه غير راس ديال المعلقه، واحد معلقه ديال السكر. وكنضيفوا عليه الزيت، 4 كاس تقريبا ديال الزيت، ما يعادل جوج معلقات صافي. كنخلطوا الكل مع بعض وكنبداو ناخذوا بالمعلقه وكنبداو نحطوا لي غاليت ديالنا على هذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا ديال الحشو هذا الخليط هذا العجينه اللي عندنا صافي. كندخلوهم الفرن على درجه حراره 180 حتى كيتحمروا لينا ويطيبوا صافي، وكنخرجوهم. كيف ما كتشوفوا بعد ما كيخرجوا من الفرن كيجيو على الشكل هذا وكيجيو مقرمشين، كيجيو جد رائعين. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها حتى نتومايا. وندوزو الوصفه المواليه حتى هي بنقدموهم بالصحه والراحه.
ندوزو للوصفه الثالثه اللي غادي ناخذ نفس الشيء الشوفان اللي غادي نطحنوه. غنطحنوه حتى هويا على الشكل هذا، كطحنوه في هشوار اولا في كاس ديالكم اللي كطحنوا به. غادي نحصلوا على هاد الشكل هذا. غادي ناخذوا هنايا الكركاع، ما غادي هاد المره غادي ناخذ الكرع ماشي اللوز، اللي غادي نهرمشوه على هاد الطريقه غير بسكين، ما غاديش نطحنوه. وغادي نضيفوه للشوفان ديالنا، غادي نهرمشوه بسكين فقط. غادي نخليوه طريفات يكونوا هكا شويه كبار كيف كتشوفوا. غادي نضيفوا عليه هكا القطره ديال الباني اولا قطرات ديال اللوز. النسام كيبقى اختياري على كل واحد اللي بغى ينسم به هاد لي كاريط هادو. هنايا كناخذ التفاح، نفس الشيء اللي كنقشروه كنقطعوه عفوا وكنحيدوا ليه غير الوسط ديالو وكنقطعوه حتى هو طريفات. صافي كنستمروا كنقطعوه كامل وغناخذوا كاس. هنايا كاس كنطحنوا فيه هاد هنايا وكنزيدوا واحد 100 مليلتر ديال الماء وغادي نطحنوا الكل مع بعض. نفس الشيء حتى كنحصلوا على عصير ديال التفاح. كناخذوا هاد العصير، كناخذوا الخليط ديال الشوفان اللي درنا في الاول مع اللي طحنا في الاول، كنضيفوا عليه هاد التفاح، هاد العصير التفاح. كنضيف عليه هنا واحد 2 معلقات ديال الزبده اللي كندوبوها. صافي كنخلطوا الكل مع بعض ياسون مزيان هكا حتى كينسجموا مع بعض. وغادي ندوزو ناخذوا الطاوه اولا اي مول كيدخل الفرن على الشكل هذا. كناخذوا ليه كنفرشوا فيه البابي كويسون ولا ورقه ديال الزبده، وكناخذ واحد هذا هاد السيركل هكا اولا اي مول قالب عندك، كنحطوا فيه الحشوه باش يجينا هذوك لي كاريط يجيونا هكا طالعين شويه ويجيونا مقادين. كنستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا العجينه اللي عندنا كامله كيف ما كتشوفوا على الشكل هذا. كيخرجوا هكا بعبار واحد، يعني ما كيكونش واحد صغر من واحد اولا كبر من واحد. كندخلوهم الفران حتى كيطيبوا لينا وتحمروا، وكنخرجوهم كيف ما كتشوفوا على الشكل هذا. كيجيو حتى هما مقرمشين وكيجيو زوينين، وكنخليهم حتى كيبردوا. كنخليهم يبردوا تماما وغادي ناخذوهم من جديد. غادي ناخذوا هاد الكاليط اللي حنا حضرنا وغادي ناخذوا الهشوار اولا الكاس اللي كنطحنوا فيه وغادي نطحنوهم في هاد. غادي نعاودوا نطحنوا هاد البسكويت اللي حنا حضرناه. غادي نحضروا غادي نص الكميه غادي نطحنوها ونص الكميه غادي نحتفظوا بها كامله. صافي كيف ما كتشوفوا حنا غادي هذا طحناه. غادي نحتفظوا بهذا الطحين اللي حنا ديال البسكويت اللي حضرنا على الشكل هذا. غادي ناخذوا هنايا الكيوي غادي نفرغوهم من الوسط. هذه غادي نزينوا بهم هذا البسكويت ديالنا باش نعطيه واحد يجي اكثر هكا لذيذ. غادي ناخذوا الداخل ديال اللب ديال الكيوي ديالنا غادي نمعكوه كيف ما كتشوفوا. صافي غادي ناخذوا على الشكل نكملوا تنمعكوه مزيان. وغادي نبداو ناخذوا هذا الكومبوت اللي درنا حنايا ديال الكيوي وغادي نبداو نحطوه فوق البسكويت اللي حنا حتفظنا به، النص ديال البسكويت اللي حتفظنا به كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. هاد البسكويت كتقدموه سواء بلي في لي بوفي اولا في وقت الفطور اولا هكا في الكوتي، كيجي جد رائع. كيف ما كتشوفوا ملي غادي نكملوا هاد البسكويت ديالنا هكا كنحطوا فيه الكيوي. غادي ناخذوا داك اللي حنا طحنا البسكويت اللي طحناه هو اللي غادي نحطوه من الفوق كيجي على هذا الشكل هذا. كل شيء كنتمنى يعجبكم. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد مع وصفه جديده اللي غادي نحضروا اليوم مع بعضياتنا. كيف ما كتشوفوا غادي نحضروا طورطه اللي غادي نحضروها بالشوفان بدون سكر وكتجي جد لذيذه وصحيه. كتجي مع الكامل داخل كيف ما كتشوفوا.
وكنتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها. ولا عجبتكم الوصفه ما تنساوش لي لايك الفيديو واشتركوا في القناه باش يوصلكم كل جديد. وندوزوا المقادير وطريقه التحضير. الوصفه ديالنا اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نحضروا واحد الطرطه اللي غادي نحضروها كتجي جد رائعه. هنايا كناخذوا الشوفان، غادي درت الحليب هنايا نص لتر ديال الحليب، غادي ناخذها غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح. كنمعكو كنحطوا البنات هكا جوج بنانات وكنمعكوهم، كنمعكوها جيدا على هذا الشكل. كناخذوا الشوفان اللي حنا ضفنا ليه الحليب، غادي نضيفوا هذا البنان، غادي نضيفوا كذلك 3 البيضات، غادي نخلطوا هذا البيض جيدا، غادي نضيفوا كاكاو 5 ولا 3 معالق ديال الكاكاو، غادي نضيف خماره، وغادي نخلطوا الكل مع بعض. صافي كنخلطوا جيدا حتى كينسجموا لينا جميع العناصر. كيف ما شفتوا هاد الطرطه غنديروها بلا سكر، انا استعملنا البنان. اللي بغى يدير سكر كيبغي الحلاوه يضيف سكر، اللي بغاها هكا صحيه غادي ضفنا لها عير شكلاط وغادي نخليوها فقط بالبنان بحلاوه ديال البنان. صافي غادي ناخذوا المول اللي غادي نوضعوا فيه هذا الخليط. ناخذ المول وكنفرغوا فيه هذا الخليط هذا. كنخليوها على جنب. كناخذوا لها شوار اولا اي طحانه عندك. خديت هنا 100 غرام ديال اللوز وغادي نطحنوه. عفوا غادي غير نهرشوه، ما غاديش نطحنوه، يكون مهروش فقط. غادي ناخذ نرجعوا للطرطه، الخليط ديال الطرطه كيف ما قلت لكم السكر كيبقى اختياري، اللي بغاها تكون حلوه اكثر يضيف سكر. صافي كيف ما كتشوفوا زينتها هكا اللوز، وغادي ندخلوها للفرن على درجه حراره 180 درجه حتى كطيب لينا ونخرجوها. كيف ما كتشوفوا الطرطه ديالنا خرجناها من الفرن بعد ما طابتينا، كيبقى لينا عير مزيان. كيف ما كنقول لكم دائما مزيان كيبقى اختياري. خديت انا الشوكولا هنايا ودوبتها وغادي نزين بها الطرطه على شكل خطوط على هذا الشكل هذا، كيكونوا عشوائيين على الطريقه اللي بغيتو على هذا الشكل هذا. صافي وكنقدموا الطرطه ديالنا. وهذه الطرطه ديالنا واجده. صحه والراحه. الطرطه اللي بسيطه وجد صحيه، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم وتروق الذوق ديالكم وتجربوها. شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء مع وصفه قادمه باذن الله. خليكم على خير.